السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملت لهم محشي مشكل من خلطة المحشي البايتة في التلاجة عندي لها كذا يوم. ما تيجوا بينا نشوف الطريقة ونشوف عملنا انعاش لخلطة المحشي ازاي القديمة. سموا الله وصلوا على الرسول ويلا بينا نشوف فيديو النهاردة. عايزة اكل محشي مشكل. عندي كان حبة بتنجان قورتهم مع كوسة مع فلفل. المهم قورتهم وكنت حطاهم في مية بملح عشان ينزلوا كل لو في طعم مرار كده ينزل او اي هلون من جوه هينزل. المية بملح بتحافظ عليه. ماشي. طيب عندنا خلطة قديمة متشالة او متعانة في التلاجة. طيب انا عايزة احشي بيها، بس عايزة اعمل لها عرق، اخليها منعشة كده، يعني احييها. يا ترى هنحييها ازاي؟ يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة طاستنا الحلوة على النار فيها حوالي 3 4 معالق زيت. هسخنهم كويس وهنزل بواحدة بصلة صغيرة وهقليها كده. مجرد هقليها بس كده. انا مش عايزة احمرها ولا عايزة اعمل تخديع في محشي جديد. هضيف عليها حوالي نص معلقة ملح. مجرد ما دبلت هنزل عليها بثلاث حبات طماطم. انا مزوده عليهم واحده فلفل حراقه وواحده فلفل بارده لونهم احمر عشان يعززوا لي اللون ده. هسيبهم يتسبكوا 5 دقايق مع بعض. طبعا لازم اخدم الخلطه كانها جديده، بس انا ما استغناش عن التخديمه الاولانيه. يعني لازم اراعي حته التوابل المحطوطه وكل الصلصه انا مخدماها من اول مره. بس ايه ده ما يمنعش ان حبه الصلصه القليلين دول برضو اديهم حقهم. نزلت كده بحوالي معلقه خضره على الصلصه. هنزل بنص معلقه كمون، مش اكتر من كده، ونص معلقه فلفل، ونص معلقه كزبره. انا مش عايزه توابل تاني اكتر من كده. هقلبهم كده يتشوحوا مع الصلصه الجديده. هنزل بالخلطه في الطاسه وهقلبها. وما تنسيش تحطي برضو معلقتين 3 زيت، هيخلي الرز ده يرجع يلمع تاني ويفلفل. انا عايزه اقولك لما بتعملي الطريقه دي الخلطه كانها لسه جديده ولا كانها دخلت التلاجة نهائي. بصي بتشرب ازاي من اللون. انا مهديه النار خالص عليها. خلاص ضفت اضافاتي. هكمل بقى. هي على النار كده عندي واحده كزبره قطعتها. اي نوع خضره عندك. انا كانت عندي حزمه واحده مش عايزه غيرها. وقلبيها. ما تنسيش طبعا النعناع. نعناع. النعناع مع الكزبره بيرجع لي ريحه الخلطه كاني لسه عاملاها. هي الريحه اساسا ماليه المطبخ. انا بحب انعش الخلطه بتاعتي اللي ليها فتره مثلا في التلاجة اسبوع ولا اسبوعين ايا كان مدتها. بحب انعشها كده بحس ان انا عامله خلطه جديده اهو. اخليها تتشرب كده تاخد دقيقه على النار سخنه
على نار عالية. انا حطيت برضو معلقتين 3 زيت عشان تديني اللمعة بتاعة الرز وتخلي لي الرز مفلفل. بصي شايفة لونها، عملنا لها الانعاش بتاعها ورجعت للحياة تاني. بصي اللون وردي ازاي كده. هبدأ احشي وانا مرتاحة نفسيا. الحلة بتاعتي حطيت في يعني من تحت خالص حطيت كده العيدان بتاعت الكزبرة اللي من فوق، وهقطع واحدة كوساية كده كانت متبقية من فترة عندي في التلاجة، مش هرمي حاجة، رميتها كده وهبدأ احشي. بصي وانتي بتحشي البتنجان طبعا هتسيبي فراغ في الاخر عشان الرز ده ياخد راحته، ينفش وياخد راحته. وانتي بتنقي البتنجان طبعا كل ما يكون صغير كل ما يكون احلى، وبراحتك وحسب ذوقك. الخلطة سخنة طبعا، بس انا لازم احشي بسرعة لان عندي ناس لازم تتغدى. لو ما تغدوش كمان شوية ممكن يجرى لهم حاجة عشان هم جاعوا. اهو بصباع ايدك وابتدي يعني ياخد عقلة من الصباع يبقى فاضي، وبحاول اقفله كده عشان الخلطة ما تنزلش. هعمل بسرعة، انا اسفة يعني بصوابع ايدي، بس انا بحاول اعمل بسرعة معلش. انا قلت بس اوريكم بسرعة بقفلها ازاي. يعني لازم اخلي حوالي عقلة صباع اقفل بيها. مش عارفة امسك الرز سخن قوي. بصي يعني عقلة صباع كده. حشينا الفلفل وحشينا البتنجان وحشينا الكوسة. انا عايزة اقول لكم محشي الفلفل ده اي نعم طويل كده بس بيبقى خطير في الحشو، بيبقى رهيب، بيبقى سنة حرقان كده رهيبة. كله حطيته في حلة واحدة. ما عنديش شوربة لحمة ولا عندي شوربة فراخ، يلا بينا نعمل له حبة شوربة كده. في طاسة الحبيبة هنرجع لها تاني لمكان الخلطة. كنت مزودة حبة طماطم في الكبة. هنزل كده بحوالي كوبايتين مية شوربة، هعملهم شوربة قصدي يعني. هنحط حوالي اقل من نص معلقة ملح، لان انا البتنجان الخضار يعني عموما كنت حطاه في مية بملح، فطبعا اكيد شرب من الملح. وهحط واحدة مرقة دجاج، واحدة مرقة لحمة، يعني مش هعملها بطعم الفراخ، هعملها بطعم اللحمة. واحدة النوع ده مصري. معلقة سمنة وهقلبهم كده. طبعا هو فيه كل التوابل. انا يعني لو زودت توابل دلوقتي هزود يعني سنة كمون، سنة كده كمون. على طرف المعلقة كده سنة شطة وسنة كمون. انا مش عايزة توابل اكتر من كده لان الصراحة مرقة اللحمة مدياها طعم قوي للتوابل. ومش هحط توم، انا حاطة في الخلطة توم من المرة اللي فاتت، فمش هحط توم ولا اي حاجة في الشوربة. انا عايزة الشوربة كده بيور بالحاجات العادية اللي انا حطيتها. بس اسيبها تغلي، يعني تغلى غلوتين كده واروح مزودة بقى الخضار. هنا هزود الشوربة بسم الله، مش هحط كتير. وانتي بتسوي الخضار المشكل لازم تراعي ان الخضار هينزل ميته، فما تحطيش كتير. هيغلي غلوتين على النار، بعد كده هتهدي النار خالص وسيبيه يستوي براحته،
وكمان لازم تراعي حتة ان الرز ده كان في التلاجة فما بياخدش سوا كتير، فعشان كده ما تزوديش الشرب. يعني انا بص باخد من كوبايتين وهبقي منه. بصي خلاص اهو غلي غلوتين. هبتدي بقى اهدي عليه النار خالص واسيبه بقى يستوي براحته، وهغطي عليه حوالي نص ساعة وهيستوي. انا اكتشفت ان انا ما كنتش بصور انا دلقته في الصينية من غير ما اخد بالي ان انا ما كنتش فاتحة الكاميرا. اللهم بارك. انا خلاص اهو عملته. بسم الله. بحب احس ان في صوص كده خفيف معاه. اللهم بارك. هشوفه كده. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش الاشتراك، تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من خلطة زوزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.